في ظل ارتفاع الأسعار، تجذب العروض أنظار المستهلكين بوعد التخفيض والتوفير، ولكن السؤال يبقى: هل هي فرصة حقيقية أم مجرد خطة لجذب الزبائن؟ ما بيغشونا. بس ما بيكون السيل اوكي واو كتير، انه من احنا لحتى ننجذب عليه لنروح نشتري. بس امبلا بيكونوا عاملين سيلات، واوقات ما بيخلونا نظهر زعلانين، بيرجعوا بيسيرونا اذا كان السعر مثلا على السيل مش اللي نحن متوقعينه، فما بيخلوا حدا زعلان. السيل هو انه بيكون اخر الموسم وبيكون فوق قطع فضلات، وبنصير نحن بننزل اسعارها عشان الناس من هون بتستفيد منها، ونحن بنستفيد كمان من بيعها، ما بنخليها لتاني سنه. ننطر السيل، نحن من سنة لسنة بننطر السيل. يعني طبعا العالم مش قادرة انه بالموسم انه تشتري. ايه بننطر السيل وبنصدقهم. هيك اكيد مظبوط. هلا انا كان عندي فساتين بال 25 وبال 20 انهيهم، هلا والله ب 10 دولار. عندي قمصان كانوا ب 15 وب 10، هلا ب 5 دولار. عضويات ب 10 ب 5. طقم الست كان 20 15 سعر زبون، هلا 10 دولار. إذا شفت مطرح عامل سيل تشتري؟ اذا كان بحاجه لاغلاط بشتري، بتفرج اذا عجبني شيء اكيد بدي اشتري.